فاكر اللقطة دي من كرتون سيمبا؟ هل فعلا الفيل بيقدر يشعر امتى هيموت؟ هل عندهم مقبره جماعيه للافيال؟ والاهم من ده، هل الفيل عمره ما بينسى؟ ممكن تكون سمعت او عدت قدامك جمله ان الفيل عنده ذاكره قويه عمره ما بينسى. اول حاجه لازم تعرفها عن مخ الفيل ان وزنه 3 اضعاف مخ الانسان، يعني في الوقت اللي مخك فيه بيبقى 1.5 كيلو جرام هو بيبقى 5 كيلو جرام، اكتر من 3 اضعاف، واكبر من دماغ جيمي نيوترون، وده بيساعده انه يفتكر مكان الميه اللي موجوده على بعد عشرات الكيلومترات ويقدر يرجع لها تاني بعد سنين من الجفاف. كمان الفيل عنده ذاكره اجتماعيه قويه جدا، يعرف افراد القطيع او العيله واحد واحد ويفضل فاكرهم لو اتفرقوا سنين طويله. وعلشان كده الام الكبيره في القطيع بتكون هي العقل المدبر، بتكون فاكره اماكن الميه والخطر وتحركات الاسود والبشر. في تجربه اتعملت في جامعه ساكس، جابوا مجموعه من الفيله وسمعوها اصوات قبائل بتصطاد الفيله وقبائل مسالمه. الغريب ان الفيل كان بيقدر يتفاعل مع الاصوات دي بشكل عدائي وشكل مسالم، كانوا بيقدروا يميزوا الاصوات، ومش بس كده كانوا بيتعرفوا على ناس يمكن يكون شافوهم من سنين. وفي قصه مشهوره عن فيله اسمها لولا، لما شافت الحارس بتاعها بعد فراق 5 سنين قدرت تتعرف عليه وتقرب منه وتلمسه كانها بتسلم عليه. لكن خلينا نجاوب على السؤال المهم، هل فعلا الفيل بينسى؟ ايوه بينسى التفاصيل الصغيره زي اي كائن، لكن في الحاجات الكبيره والمهمه، الاماكن، الاعداء، الاصدقاء، ذاكرته تكاد تكون شبه خارقه. طب وهل فعلا الفيل بيبقى عارف هيموت امتى؟ هل في مقبره للافيال زي اللي شفناها؟ الحقيقه ان العلماء دوروا ما لقوش ان في مكان يبقى مقبره للافيال زي ما شفنا في الفيلم، لكن في حاجه اغرب، الفيله فعلا بتتعامل مع الموت بطريقه مختلفه. لما فيل بيكبر او يمرض او يتعب بيتجه لمكان فيه ميه. ليه؟ لان الميه بتحميه من الجفاف اللي بيحصل له قبل الموت. وفي مشاهد موثقه لفيله بتلمس عظام فيل تاني ميت، خاصه الانياب والجمجمه، كانه نوع من انواع الوداع. يعني هي بتعرف امتى هتموت؟ لا، مفيش دليل بيقول ان هي بتتوقع يوم موتها، لكن في دليل بيقول ان هي اما بتحس بالضعف بتدور على مكان امن، وده اللي خلى الناس زمان يفتكروا ان الفيله بتموت في مكان واحد. يعني الموضوع مش مقبره، هو سلوك غريزي للبحث عن الهدوء والامان. بالمناسبه الفيل بيعيش من 60 ل 70، وبعض الفيله بتوصل ل 80 سنه، وطول العمر ده ذاكرته بتكبر وتتراكم معاه.